بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة أحييكم، معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد جامعة عين شمس. النهاردة هنتكلم عن أفضل خدمة زراعية اللي هي بتوضع ما قبل الزراعة لأي محصول أو نبات، أو أفضل الأسمدة البلدية التي توضع للنباتات قبل الزراعة. أول شيء في شوية حاجات لازم نعملهم، اللي هو تحليل التربة وتحليل المياه لتوفير طبعا العناصر واحتياج وتوفير مدى احتياج التربة من العناصر، هل هي تعاني من نقص عناصر أو زيادة عناصر. اتباع الدورة الزراعية، زراعة أصناف مقاومة للأمراض ومقاومة للملوحة ومبكرة النضج عالية الإنتاج. طبعا تنقية الأرض من الحشائش تماما. طبعا حرق مخلفات حرق مخلفات النباتات ووضعها على الخدمة سليم. طبعا أول شيء نحرث الأرض حرث جيد، ثم نسوي الأرض، وبعد كده نحرثها حرث تاني، ثم نقوم ببدار الخدمة الزراعية، وهي لمساحة 1 فدان، وهي عبارة من 20 إلى 40 متر مكعب سماد بلدي محلل، خليط من الفرم الكمبوست والكمبوست ومخلفات الحريق وسبلة الدواجن أو سبلة الحيوان أو سبلة الحمام، زائد 200 كيلو سوبر ناعم. طبعا 200 كيلو سوبر ناعم، 100 كيلو سوبر محبب، 50 كيلو كبريت زراعي، 50 كيلو سلفات نشادر اللي هو الملح. طبعا ونبدأ نحرث الأرض تاني حرث جيد، وبعد كده نبدأ نخطط الأرض، يا إما خطوط يا إما مساطب. بعد كده الري طبعا الجيد، بنروي الأرض قبل الزراعة أو نطفيها قبل الزراعة ب4 أيام لتحليل السباخ، ويكون هادي على الزراعة قبل الزراعة ب4 أيام. دي كلها حاجات بتؤدي في الآخر إلى أعلى إنتاج بأقل تكلفة. ودائما الأراضي وخاصة الأراضي الجديدة زي الأراضي الرملية والأراضي الحمراء ديت عصبها المياه، زائد عصبها طبعا التسميد العضوي، ده مهم جدا لأنه بيوفر كتير. لو ما حطيتش الخدمة دي الزرع طول فترة النمو بتاعه تن صفار، ومحتاج عناصر كتير، وبيكلفك تكلفة كيماوي أكتر من التكلفة العادية. فلا بد من استخدام الأسمدة العضوية، مهم جدا، لازم وضروري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.